السلام عليكم فانيلياتي، يا رب دايما تكونوا بألف خير. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض بديل لعجينة السكر. طعمه حلو قوي وموفر، مش غالي، بيشتغل كويس جدا، كمان بيتصلب وبيجمد كويس قوي ومن غير سي ام سي، يعني بيرفكت البيرفكت. تعالوا نشوف مع بعض المقادير والوصفة قد ايه سهلة. يلا مع بعض نشوف عجينة الموديلنج تشوكلت أو الشوكولاتة القابلة للتشكيل. معايا هنا 150 جرام شوكولاتة بالحليب، ومعايا عليهم 100 جرام جلوكوز، كمان معايا 250 جرام شوكولاتة بيضة وعليهم 100 جرام من الجلوكوز. الجلوكوز اللي عندي بستخدم فيرست، ده متوفر في كل محلات المستلزمات وسعره مش غالي ولا حاجة. هبتدي أدوب الكلام ده كله على حمام مائي. هبتدي بالشوكولاتة البيضة، دوبتها، وكمان برضو دوبت الجلوكوز على حمام مائي، وهبتدي احط الاتنين على بعض. لما بدوب ده وده لوحده ما ينفعش ادوبهم على بعض وهم على النار، لان هم كده هياخدوا من حرارة بعض وهيتصلبوا على النار. لا، انا عايزة كل واحد يدوب لوحده وبعدين اقلبهم على بعض. بمجرد ما بقلبهم على بعض بتلاقيهم اتجلطوا كده او عملوا عجينة او لموا على بعض. كل اللي بعمله اني بقلبها كويس قوي قوي، بس مش اكتر من كده، لغايه لما تلم كده زي العجينه. مش هعجن فيها، مش هعمل فيها اي حاجه، مش هعمل فيها اوفر ميكسينج خالص. يا دوب بخلط الشوكولاته بالجلوكوز وشكرا. اتخلطوا ببعض على طول بنزلهم في ستريتش راب وبقفلهم كده كويس وبسيبهم. انا لما بقفلهم كده بضغط عليها ضغطه كويسه عشان اخليها رفيعه، عشان لما تجمد ابتدي ان انا اشتغل فيها واعجنها ما توجعش ايدي ولا حاجه. هركنها بقى كده لبكره. كمان نفس الموضوع بالنسبه لعجينه الشوكولاته. الفكره بس في ان المقدار مختلف. هاخد ال 150 جرام شوكولاته بعد ما دوبتهم على ال 100 جرام من الجلوكوز وابتدي اقلبهم كويس كويس. اول ما هقلبهم كويس هيبتدوا ان هم معايا يعملوا نفس العجينه. اهم حاجه ان انا اخلط كويس، يعني اتاكد ان الجلوكوز اختلط بكل الشوكولاته حلوه قوي. مجرد ما اتاكد انهم اختلطوا مع بعض ويبداوا يلموا معايا كده من الطبق وينضفوه زي ما تكون عجينه وبتلم معايا، احط عليها الاسترتش راب واضغط عليها ضغطتين 3 علشان خاطر تتفرد معايا واركنها على جنب. تتركن قد ايه بقى؟ في الصيف تتركن يوم كامل، في الشتاء ممكن تتركن 6-7 ساعات، هتلاقيها بقت كويسة معاكي وتقدري تشتغلي بيها بعد كده. استخداماتها استخدامات حلوة قوي قوي قوي. نقدر نكتب عليها زي عجينة السكر، لما بنكتب عليها نقدر نعمل بيها مجسمات، دبدوب وقطة وحاجات جميلة. نقدر نعمل بيها ورد، نقدر نعمل بيها فيونكات، نقدر نعمل بيها كل اللي احنا عايزينه. لو عايزين التطبيقات بتاعتها قولوا لي في التعليقات، وبأمر الرحمن انزل لكم فيديو للتطبيقات. كان شكلها في منتهى الجمال بصراحة. كل اللي بتعمليه بقى ان انت بتجيبيها كده بتلاقيها سلسة معاكي ولونها تحفة، وما بتاخدش على فكرة وقت في العجن. هي بتبقى قاسية، لكن مجرد ما بتحطيها في ايدك وتضغطي عليها زي ما انا بضغط عليها كده، حرارة ايدك بتسخن الشوكولاتة وبتلاقيها بقت لطيفة وبقت لينة معاكي قوي. كمان طعمها حلو جدا لان هي عبارة عن شوكولاتة، فاحلى كتير كتير من طعم عجينة السكر، مش مسكرة اوفر. فدي كانت حاجة لطيفة قوي. ان شاء الله ربنا يوفقكم كده وتعملوها وتوروني التطبيقات بتاعتكم. ولو عايزين تشوفوا تطبيقاتي اللي عملتها قولولي، وان شاء الله انزلها لكم في اول فيديو جاي. صباحكم دايما زي الفل وربنا يحسن ما بين ايديكم.